عمرك سألت نفسك ليه الشجرة بتطلع بالمنظر ده؟ تعالى نتخيل ان انت مطلوب منك تصمم شجرة من البداية خالص. اهم حاجة لازم تراعيها وانت بتصمم الشجرة دي انك تعرض اكبر مساحة ممكنة منها للشمس، وفي نفس الوقت علشان تمتص اكبر قدر ممكن من ثاني اكسيد الكربون. وهنا انت ممكن تفكر في حلول كتير جدا تصمم بيها الشجرة دي. ممكن تقول ان انا هخلي الشجرة دي طويلة جدا، ممكن نقول ان انا هخلي الورق بتاعها كبير جدا عشان يقدر يمتص اكبر قدر من اشعة الشمس وثاني اكسيد الكربون. ممكن تقول ان انا هخلي الشجرة تبقى كبيرة جدا لحد ما تكون مثلا في حجم مدينة كاملة. بس كل الحلول اللي انت قلتها دي مش احسن حاجة، لان هي محتاجة طاقة مهولة عشان تعمل كده. اذا كان هي بتدور على الشمس وثاني اكسيد الكربون عشان تعمل طاقة، تقوم انت واخد منها طاقة. وهنا بقى يجي الحل السحري، وده اللي علماء الرياضيات بيسموه الفراكتلز. الفراكتلز هي عبارة عن اشكال بتتكرر لما لا نهاية، ومش بيفرق معاها انت شايفها منين، من قريب من بعيد دايما هتشوف نفس الحاجة بتتكرر للابد. بس اشمعنى الشكل ده اللي اختارته الشجرة عشان تنمو بيها؟ ميزة الفراكتلز ان هي بتاخد اكبر مساحة ممكنة في حتة صغيرة جدا، فتلاقي ان الشجر بيعمل حاجة شبه كده عن طريق انه ينمو بحيث انه يخلي كل مستوى نسخة مصغرة من المستوى اللي قبله، وده اللي بيخلي الشجرة تعمل مساحة كبيرة جدا في اصغر حجم ممكن. ودي طريقة قوية جدا بتخلي الشجرة تمتص اكبر قدر ممكن من اشعة الشمس وثاني اكسيد الكربون من غير ما تستهلك طاقة كبيرة في ان هي تنمو.